أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من وزير الداخلية خالد النويري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ، ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريف، ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد نجا، والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية العميد محمد راشد السويسي. وأكد رئيس الدولة في بداية هذا الاجتماع وفق بلاغ إعلامي للرئاسة على أنه يتابع عن كثب على مدار اليوم والساعة الأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى قطع الماء والكهرباء الذي استمر في عديد المناطق إلى أكثر من 24 ساعة، وهو أمر يجب وضع حد له فورا، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة لذلك. وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود التي بذلتها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكرية والأمنية والإدارية والتدخلات السريعة والناجعة التي قامت بها لإخماد الحرائق والحد من انتشارها، مشيدا بما أبداه الجميع من عطاء غير محدود إيمانا بالواجب الوطني المقدس. وخلص رئيس الدولة إلى التأكيد على الوعي العميق للشعب التونسي الذي ستتحطم على أسواره كل محاولة التنكيل مهما كان مصدرها ومهما اشتدت ضراوتها.